يا مساء الورد والفل على المستمعين الجمال. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم ايامنا الحلوه. معاكم أميرة غزال واحمد البنداري. موضوع حلقتنا النهاردة بعنوان قالوا زمان، على رأي المثل، على رأي مامتي، على رأي أختي، على رأي خالتي، على رأي ننتي، على رأي ستي. الأصل المثل شيء حصل. بقى عايزين ندردش مع حضراتكم في حلقه النهارده على اللي اميره قالته ده. بالظبط حاجه كده بتميز مجتمعنا المصري قوي، وهي الامثال الشعبيه، امثال جدي وجدتك، حاجات كده كانت دمها خفيف قوي وعفويه. هي الكلام اللي قالوا زمان أهلنا وجيراننا وفضل عايش معانا لحد النهاردة، بنقوله كده تلقائي واحنا مش واخدين بالنا. انت عارفه يا اميره ان الامثال دي مش مجرد بس كلام بيتقال كده، دي مرايه كمان بتعكس المجتمع بتاعنا. أكيد. بتعكس السلوكيات والمواقف، وتعرفي كمان ان هي بتعكس النكته والسخريه حتى في عز الازمات. وعايز اقول لك حاجه بقى كمان اهم من كده، ان دراسه الامثال دي تعتبر علم من علوم الاجتماع، وبتدرس في الجامعات وبره كمان مصر وفي الجامعات الدوليه. ده الموضوع كبير بقى. لا، وبيعملوا فيها ماجستير ودكتوراه، ان فعلا بتؤرخ فترات من المجتمع ككل. طب احنا بقى عايزين نعرف، بما ان الموضوع كده كبير، الأمثال دي عفى عليها الزمن ولا لسه عايشة ما بيننا وبتنفع لكل زمن وعصر؟ تعالى كده ناخد السادة المستمعين في جولة ونعرف أشهر أمثالنا الشعبية. يلا بقى بينا. تعالى نبدأ بلاقيني ولا تغديني. الله. مثل شعبي بسيط قوي من كلمتين، بيعرفنا ان المقابلة الحلوة والترحيب بالضيف بابتسامة من القلب أهم من الأكل اللي بيتقدم للضيف. والله الواحد ممكن فعلا يروح عزومه فاخره جدا وفيها ملذه ومطاب زي ما بيقولوا كده، واصناف كتير قوي على السفره، والقعده تلاقيها بارده وما فيهاش اي روح، وكل واحد قاعد كده بيرسم على التاني. يعني انا مثلا بيستحضرني موقف دلوقتي، انا في واحده قريبتنا من بعيد كده، هي ساكنه في محافظه بعيد عن اسكندريه. أوكي. وهي يعني معروف عنها ان هي بتعمل عزومات جميله جدا وبتجيب شيفات مشهورة جدا، والاكل مش عارف ايه ومنين وكده. فبصراحة انا كنت بسمع عن التفاصيل دي وكنت حابب ان احنا كده، وإشاء القدر ان هي فعلا عزمتنا واحنا خدنا بعض ورحنا كده، وكنت مبسوط ان انا هجرب التجربة دي. للاسف فعلا انا لقيت المنظر بتاع الاكل جميل جدا وكل حاجة، بس للاسف اللي فصلني بقى من الموضوع واحنا قاعدين بناكل كده، يا جماعة والله ده انا جبت الجمبري ده مش عارف بكام، يا ساتر. انا جبت التركي ده بكام، يعني فكانت حاجة يعني قفلتني. ففعلا المثل ده اتطبق حرفيا. فشخرة كدابة. أسوأ شيء التمثيل ده. ممكن تروح عند حد بتحبه قوي وتحب قعدته وتشرب بس كوباية شاي، بس تفضل طول القعدة مبسوط وبتضحك من قلبك، اللي هو لقاني فعلا. أيوة بالظبط. عارفه بقى كمان المثل اللي فكرني بمثل تاني كده، اللي هو من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. ده بقى مثل تاني بقى، واحد راسم نفسه قوي، لبس وموبايل، وتكتشف ان هو شخص بخيل قوي. وعندك كمان اللي بيتخفى ورا ستار الدين، وقال الله وقال الرسول وكل حاجة ينظر عليك، وهو سلوكياته بيته مثلا ومع أهله بعيد خالص عن الدور اللي عايشه ده قدام الناس. دي فعلا كلها مصاهر وكذب وخداع. تعالى بقى خد عندك مثل حقيقة، يعني أنا ما بطبقوش في حياتي. ناوليني ده الموضوع هيطول. الشوربة ينفخ في الزبادي. يعني على طول بتتلسع انت مش شوربة ومش زبادي عشان تبقى عارف يعني. شغالين لسع على طول. بيتقرص جامد قوي من حد، بتلاقيه لازم ياخد باله بعد كده في تعاملاته ويفتكر الموقف اللي حصل. المفروض على فكرة يفتكر اللي حصل. لا، ما احنا فعلا ساعات بنتلسع كتير قوي ومش بنحرم. بس في مثل حلو قوي برضو، اللي هو على قد لحافك مد رجليك. ده بقى بيعلمنا عدم الاسراف والتبذير، ان كل واحد بقى يعيش على قد امكانياته وبس. ياه، ده مناسب قوي للي بنعيشه دلوقتي، يا ريت نطبقه يا رب. كمان عندك مثل الصاحب ساحب. عندك واحد صاحبك يسحبك لطريق السوق، واحد تاني ياخد بايديك للخير. فعلا الواحد يعني بقى كده يعيش من غير اصحاب بقى، ولا لما ولا ناس يعرفهم ولا ايه بقى. سمعيني بقى. احسن ما يأذيك، يعني انا شايفه كده. احسن ما يعرفوا بقى حد يعني فعلا يسحبوا له الغلط يعني، ويستنفذوه بقى بطاقات سلبيه كده ويبوظوا له حياته. بالظبط. بس ده فيه برضو مثل حلو قوي برضو، اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد. ففعلا والله لما تلاقي فعلا حد بر باهله كده، تلاقيه بيراعيهم حتى لما بيكبروا في السن، وتلاقي بص الطبع ده عنده في كل حاجه، يعني حتى مع الحيوانات والطيور تلاقيه برضو عنده الحنيه والطيبه دي. طبعا انت عارف، لو انت عاملت اهلك بموده ورحمه هتعامل زوجتك بولادك بموده ورحمه. ده اسلوب حياه، وهيبقى فعلا ده الاتيتيود في كل الناس اللي حواليك، وبشوف ان ده كمان هيترد لك. عارف
افتكرت موقف سيء قوي للاعب مشهور زمان اسمه مصطفى يونس، اكيد تعرفه. بقى الاهلاويه يسمعونا ويقولوا. طلع برنامج كده، في برنامج ويقول لك ايه، كان بيتكلم عن الانتماء والفلوس، ولقيته كده بقى بصوت عالي وبقلب جامد بيقول انا بيع ابويا وامي عشان الفلوس. يا ساتر يا رب. لا لا لا، ده بجد كده، ده الاهلاويه هيزعلوا مننا وش. ما هو زعلوا. طب خدي عندك بقى في مثل كمان انا برضو افتكرته كده، اللي هو اللي ما يعرفش يقول عدس. ايوه بقى، انا بقى نفسي افهم المثل ده. انا بقى ما كنتش عارف، كنت بحسب ان بيقدموا له حاجه يطلع عدس. والله فهمولي بقى. طلع ان قصته قصه طريفه قوي، ان في تاجر فول وعدس، واحد حرامي دخل سرق الخزنه بتاعته. طيب. والتاجر ده طلع يجري وراه، والحرامي اتكعبل في شويه العدس. فالناس بقى شافوا اللي وقع على الارض من الحرامي ده او من وراه العدس. فالناس اتجمعت بقى وقالوا ايه يا جماعه، كل ده الراجل ده بيجري وراه عشان سرق منه شويه عدس. ففعلا التاجر بقى ساعتها قال لهم ما انتوا ما تعرفوش اللي ما يعرفش يقول عدس. فهمت انا كده، والله مثل حلو. يعني الناس بتاخد بالظاهر اللي قدامها وما يعرفش اصل الحكايه ايه بالظبط. طب والله في حكمه من ورا المثل ده، طبعا حلو جدا. لا وخلي بالك بقى في مجموعه امثله بقى كده بتلخبطك بقى. تلاقي بقى انت الناس دول قالوا لنا الامثله دي ورجعوا في كلامهم تاني ولا ايه؟ تلاقي بقى يقول لك القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود، وفي نفس الوقت برضه تلاقي حد تاني بيقول لك ايه، اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب. لا اعمل ايه انا دلوقتي؟ لا انا وقفت في النص كده مش عارف اعمل ايه، اصرف ولا ما اصرفش ولا اعمل ايه. والله وامثله بقى كتير وعايشه ما بيننا لحد دلوقتي، ده جمال الموضوع كله. فعشان كده انا بقى عايز اختبرك كده واختبر قوه ملاحظاتك. يلا بينا. اكمل النقاط اللي بالظبط. بعد كده الامتحانات نسخن شويه يا جماعه. بالظبط. زي بقى كده اللي تمسكن لحد ما تمكن. ايوه. والطمع يقل ما جمع، ويقتل القتيل ويمشي في جنازته. بحاول اجيب لك حاجه كده توقفك، مش عارف. الحي ابقى من الميت، ويعمل من الحبه قبه. دي مهمه قوي بقى. تخيلي بقى التكبير المواضيع، هاشتاج تكبير مواضيع. أوفر. وفي كمان يا رايحه الخنقه بحمار، ما انا الا المشوار مثلا. ده انا بقى بحب الامثال اللي هي التريكي دي، اللي فيها دبل مينينج، معنيين. هل هي يعني لموها علشان هي ضربت المشوار ده وهي رايحه تقابل حد او تطمن على حد هو مش في وعيه، ان هو مريض نفسي مثلا ما يبقاش عارف مين اللي جاي له، ولا بيلوموها على ايه؟ عارف، هي بتروح اصلا عشان هي اللي ترتاح مش عشان هو اللي يرتاح، ودي برضو من لين القلب. فانا شايفه ان المثل ده على فكره سنسيتيف جدا يعني. ايوه عشان كده انا بقول لك في امثال كتير جدا لازم نقف ونعرف هي عايزه ايه. عشان كده عزيزي المستمع، انت كمان ممكن نسمع منك ايه هي الامثال الشعبيه اللي عايشه معاك في حياتك، واكتب لنا في الكومنتات امثال كمان ما قلناهاش في الحلقه دي بس فعلا بتطبق في الحياه. اكيد هيكتبوا لنا كتير ان شاء الله. يا ريت، عايزين تفاعل ونسمعكم. ونشوفكم يا رب على كل خير في حلقه جديده وموضوع جديد من برنامجكم ايامنا الحلوه. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم كل جديد. كان معكم أميرة واحمد.